عبد الله بن الزبير حفظ القرآن، حفظ سورة البقرة في كام، في 3 سنين. 3 سنين. يعني هو كان الصحابة يعني بيقولوا ايه، احنا كنا بناخد ال10 آيات نتعلمهم، وبعدين نفهمهم، وبعدين نطبقهم، وبعدين في الاخر خالص نحفظهم. لان مش المهم الحفظ، لا المهم التدبر. ما احنا عشان نعيش القرآن ونحس بيه ويدخل قلوبنا لازم نتدبره. هو التدبر مش معناه التفسير ده ليه ناسه. لازم اللي يفسر دوت يكون دارس علم التفسير. لكن احنا بنشوف الآية، نبحث ونشوف تفسيرها من شيوخنا الأفاضل، وبعدين فهمنا الآية بتقول ايه بنعيشها بقى، بنطبقها على نفسينا. الآية دي أحس إن أنا ربنا بيوجه لي أنا الكلام من خلال الآية. طيب هل أنا الآية مثلا، يعني مثلا عايزة أقول إيه، آية زي ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الآية دي وانت بتقراها حسيت بقلبك اتهز، حسيت بخشوع، بخوف. يعني ده الجبل اللي لو أنزل، ربنا بيقولك لو أنزلنا عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا. طب انت كإنسان هل قلبك اتهز؟ لو قلبك ما تهزش معلش يبقى فيه عندك مشكلة، يبقى لازم تراجع نفسك. اصل القرآن مش مجرد قراءة اسمع وردد بلساني واخد واحفظ واحطه في جزء في المخ اتحفظ خلاص كده. لا ده كده انت ما عشتش القرآن. عشان كده لما بنيجي نصلي كتير مننا ما بيبقاش فيه خشوع. ليه؟ مش حاسس بالايه، بالصورة اللي بيقراها. يعني اصل مش كل حاجة حفظ. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو محفوظ، هو ربنا توكل بحفظ القرآن، لكن طلب مننا احنا ايه؟ قال لرسول الله ايه؟ قال له إنا أنزلنا عليك قرآنا مباركا ليتدبروا آياته. يعني مطلوب مننا احنا نتدبر الآيات. تاني بقول التدبر مش هو التفسير ليه ناسه، ولكن التدبر انك تفصل الآية على نفسك. هل انت